السلام عليكم، شلونكم؟ شخباركم؟ إن شاء الله تكونون بألف خير. أهلا بكم بقناة مطبخي. وصفتنا لهذا اليوم وصفة مو عادية، ووصفة الشاورما الدجاج مثل ما المطاعم وبعد أطيب. أعزائي، إذا أول مرة تشوفون القناة ولو بالصدفة أتمنى تشتركون بالقناة وتفعلون زر الجرس حتى يوصل لكم كل ما هو جديد بالقناة. أنا عندي هنا نصف كيلو من الصدر الدجاج مقطعته شرائح. راح أضيف عليها نصف ملعقة كبيرة من البصل البودر، وعليها ملعقة صغيرة من الكبابة، وملعقة صغيرة من الفلفل الأسود، وملعقة صغيرة من الكمون، ونصف ملعقة كبيرة من البابريكا، ونصف ملعقة كبيرة من الملح. طبعا هاي المكونات راح أتركها لكم بصندوق الوصف. وملعقتين كبيرة من الزبادي، وبرش ليمونة كاملة مع عصير ليمونة كاملة. راح أبدي أخلط كل المكونات. طبعا هاي أطيب وصفة شاورما، أنصحكم بناتي تجربوها. مثل ما تلاحظون حبايبي راح أخليها لمدة نصف ساعة تتخمر. هنا عندي أنا المقلاة، راح أضيف عليها ملعقتين من الزيت، وراح أضيف الخليط الشاورما. أتمنى لا تنسوني بالاشتراك بالفيديو، وتفعلون ال الاشتراك، وتشيرون الفيديو حتى يشوفه الأكبر عدد من الأصدقاء. أنتظر تعليقاتكم لأن تعليقاتكم كلش تفرحني. هنا أنا عندي استوت تماما الشاورما. طبعا أنا أحب أقلي الفنجر وأضيف بصف الشاورما حتى تعطي نكهة نفس نكهة الشاورما. والتوابل اللي موجودة الشاورما راح أضيف على نكهة الفنجر. مثل ما تلاحظون حبايبي هنا استوت عندي تماما الشاورما. راح أضيف الفنجر عليها. شكلها وطعمها كلش طيب، أنصحكم بنات تجربوها. هنا أنا راح أصفط عندي الخبز الصاج. وإذا تريدون تعرفون شلون يصير الخبز الصاج موجود بالقناة مالتي. راح أخلي عليها الثومية، وأزينها بشوية طرشي مخلل خيار، وراح أضيف عليها الفنجر. وراح أضيف عليها الشاورما. مثل ما تلاحظون حبايبي هنا أنا ضفت عندي الشاورما. راح أبدي ألف لفة الشاورما كل زين حتى ما يطلع من عندها حشو الشاورما. هنا أنا كملت حبايبي. هنا أنا حبايبي راح أشيلها وأخليها بالمشواية. راح أبدي أخلي عليها الزبد لأن يطلع الشاورما مقرمشة من فوق. راح أضيف لفة الشاورما وأنتظرها تقريبا 3 دقائق إلى 4 دقائق لحين ما تستوي. هنا استوت عندي تماما، وهذا شكلها النهائي. أنصحكم بنات تجربوها، وأي سؤال أو استفسار اكتبولي بالتعليقات وإن شاء الله أجاوبكم
علينا وعليكم بألف عافية. لا تنسون تشيرون الفيديو حتى يشوفوه أكبر عدد من الأصدقاء، وسووا لي لايك وألف عافية.